فريق الهلال تنفذ من طارق التايب. الله! التايب يسجل أول أهداف المباراة لمصلحة فريق الهلال السعودي. التايب بأول أهداف المباراة لمصلحة فريق الهلال بشكل رائع وبشكل جميل، ومن خلال ضربة حرة يسجل أول أهداف التقدم. الآن وأنت تمثل فريق نادي الشباب، هل تنتظر مواجهة نادي الهلال بصراحة؟ والله أنا كلاعب وأنا كل عندي الفرق نفس بعض، نفس الهلال نفس الاتحاد نفس النصر، كلها نفس. بالعكس أكيد بنلعب ضد معناها زملاء السابقين في فريق الهلال، لكن كرة القدم 90 دقيقة، الصداقة خارج نطاق الملعب. لكن تبقى هي مباراة لإثبات الذات أمام الهلال. والله مش إثبات الذات، بالعكس طارق التايب أنا لاعب 14 سنة كورة، ما عمري 22 سنة و23 سنة، بالعكس أنا ألعب كي فرق. أنا في تونس لعبت مع 3 أندية كبيرة، ولعبت ضد الصفاقسي أنت كنت في الأفريقي، ولعبت ضد الأفريقي أنت كنت في النجم الساحلي، وسجلت فيهم أهداف وفزت عليهم، وهذه كرة قدم. ما أنا لاعب محترف ما تترفيه لا شيء. لكن يقال تقبل انتقال اللاعب محترف من نادي إلى نادي في تونس هو أقل بكثير من هنا في السعودية. في السعودية جمهور الهلال يريد أن يشاهد طارق التايب إما في نادي الهلال أو خارج المملكة العربية السعودية، هل شعرت بذلك؟ والله شعرت طبعا، هم الجمهور حتى في الشارع معناها بتمشي في أي مكان، لكن في الأغلبية ما يحبوا طارق التايب، فرحوا أن طارق التايب جلس بالسعودية بيلعب مع الشباب، أنا يحبوا يتفرجوا على طارق التايب ويستمتعوا بطارق التايب. في نفس الوقت متضايقين مع طارق التايب، ما يتخيلوا أن طارق التايب فريق ثاني ما يلبس أزرق. لهذا اللي غالب أنا والله زي ما قلت لك هذه كرة قدم، أنا لاعب محترف، كنت أزرق والحين سواد، فهمت؟ هل يمكن أن تعود للهلال في يوم من الأيام؟ والله كل شيء بالنصيب، كل شيء خليه في أنا مشي مفكر في الحاضر. الحاضر هو اللي يبني المستقبل، لهذا المستقبل ما أعرف، أنا مفكر حاليا في الحاضر مع نادي الشباب إني نقدم مستويات، وكل شيء أنا في أوان أجي كويس. منذ انتقالك لنادي الشباب كانت هناك انتقادات لإدارة الشباب لضم لاعبين في مركز صانع الألعاب طارق التايب وكاماتشو، لكن مع المباريات الأولى مباراة النصر أو حتى المباراة الأخيرة مع الأهلي كان واضح أن هناك تفاهم حتى حب كبير بين كاماتشو وطارق التايب. بالعكس علاقتي من أول يوم صراحة، طبعا علاقتي باللاعبين طيبة جدا، من كنت نلعب في نادي الهلال التقي بهم خارج الملعب، لهذا تأقلمت بسرعة مع الفريق، والتأقلم هذا اللي خارج الملعب خلاني ينسجم مع اللاعبين داخل الملعب، واللاعبين كلنا نعرفوا بعض، وكاماتشو يعرف طارق التايب وطارق يعرف كاماتشو، لهذا ما فيها مشكلة أن صانعين الألعاب يلعبوا نفس الفريق. بالعكس احنا طريقتنا في اللعب معنا طريقة المدرب، نلعب بريحية كبيرة، تحرك معنا من غير أماكن، من غير معنا عندك مكان محدد في الملعب، تلعب حر، وكل شيء صالح المجموعة وصالح نادي الشباب. ناصر الشمراني، فلافيو، طارق التايب وكاماتشو، 4 بميول هجومية واضحة، هل يمكن أن يؤثر في المباريات الكبيرة هذا الشيء سلبا على لاعبي المحور أو على خط الدفاع في الفريق؟ والله بالعكس هذه نعتبرها نقطة قوة في نادي الشباب، أنك تقدر في أي وقت أنك تسجل أهداف، أو كي مثلا تكون مثلا ضغط كبير على لاعبي الوسط وعلى لاعبي الدفاع، لكن تكون الفريق معناها كل ما تكون في مسافات كبيرة، تكون قريبين لبعض وفي روح وفي عزيمة. بالعكس أنا الشباب السنة هذه من المراهنين على اللقب الدوري إن شاء الله. هنا محاولة، الهدف الأول يأتي الآن، والهدف الأول يأتي الآن. نعم غاب التاب، ولكن ذهب الآن، ظهر الآن التاب. إذا سلاح التسديدات من المسافات البعيدة يأتي الآن، وفرحة بالتأكيد لخالد البلطان رئيس النادي، ومن مسافة بعيدة يظهر طارق التائب. طول ما طارق التائب متواجد داخل أرضية الملعب خلاص لا خوف، لا خوف. يقال طارق التايب عندما أتى إلى نادي الشباب أضاف جمهور طارق التايب إلى جمهور نادي الشباب بكل يعني بعيدا عن التواضع، تعرف ذلك؟ زاد شوي زاد شباب كانوا 20% الحين 30%. والله زي ما قلت لك اللاعب يجيب جمهور، والفريق نفس الشباب صراحة يمتع في الكورة ويجيب لك جمهور، ويجيب معنا جمهور، حيجي جمهور بكثر السنة دي زيادة. وحتى معنا رئيس النادي معنا أبو وليد أستاذ خالد بلطان، معنا رئيس ذكي ويعرف معنا يتعاقد مع اللاعبين، معنا كيف يجيب لك لاعبين مجموعة كبيرة من اللاعبين زي هذه، طبيعي بيزيد جمهور الشباب مع المستقبل، مع الأجيال الجاية هذه حيزيد جمهور الشباب إن شاء الله. هل الإمكانيات التي وجدتها في نادي الشباب قد تكون سبب في أن نرى طارق التايب بشكل أفضل حتى مما شاهدنا مع الهلال؟ والله بالعكس، طبعا كل فريق وطريقته خاصة في اللعب صراحة، لكن الشباب عندهم طريقة
يتميزوا طبعا باللعب القصير والكرة القدم حاجة. ويعجبني الشباب من زمان، احنا كنت في الهلال يعجبني نادي الشباب لعبه. الهلال عنده طريقته في اللعب، يمكن طريقة الشباب تتماشى مع طارق الطيب أكثر في حلول كثيرة. لهذا ما أنا تستمتع بصراحة مع الشباب في اللعب، تستمتع كثير. معروف أن طارق التايب دائما لديه علاقات مميزة مع اللاعبين في الأندية التي لعب فيها في تونس، في ليبيا، في تركيا، أو حتى هنا في المملكة العربية السعودية. لكن هناك مقطع نشر على الإنترنت يخص طارق التايب يتحدث عن ياسر القحطاني. لا غلطين في المقطع هذا، غلط. هذا مقطع أصلا كان ناس ربي يسامحهم ان شاء الله، مش لازم هو ذكر اسمين فيه. هي صارت في تونس وانا ما عمري راهو اتكلم على حد، ولا اول شيء هو لاعب يلعب في منتخب ليبي، والناس اللي فبرك كل شيء هذا هنا اني ما تكلمت. هم اصلا سالوني سؤال ياسر القحطاني بلاعب ليبي، قلت لهم ياسر القحطاني افضل، ما في مقارنه. هم وقفوا على الكلمه هذيك وقصوا الواحد. وانا مش النوعيه مدخل في اليوتيوب ولا شغل، ماني داخل في الاشياء هذه. والناس اللي سووا الحاجه هذه معنا في ليبيا هي كانت في تونس، ما تكلمت حتى لاي لاعب ولا حشيت لاعب ولا عمري اتكلم في لاعب.